بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم في كورس مادة الإنشاء المعماري لطلاب الهندسة المعمارية. احنا هنكمل الجزء التاني الخاص بالأعمال عزل المنشآت أو عزل المبنى، وقلنا قبل كده إن المبنى لازم يكون من خلال عناصره يؤدي وظيفة معينة هي خاصة بالعزل المائي، العزل الرطوبة والمياه في المباني. احنا اتكلمنا قبل كده عن أنواع العزل وتعريف العزل المائي والرطوبة، وعرفنا أسباب. احنا كده بنراجع حاجات احنا قلناها قبل كده. هندخل النهاردة في القطاعات الرئيسية الخاصة بالعزل، واتكلمنا عن أسباب الرطوبة: الأمطار ورطوبة الأرض والجليد والرياح الباردة والمشبعة بالرطوبة الجوية. عرفنا الأمطار بتيجي منين، وطبعا ممكن يحصل تغيير مفاجئ في درجة الحرارة، فده بيأثر على الحوائط، على الأساسات، على الأعمدة. كل الحاجات دي العناصر المنشأ دي لو اتأثرت بتأثر على إيه؟ السلامة الإنشائية بتاعة المبنى يعني. تمام. فأنا لازم أعالجها بشكل كويس. فأشكال الرطوبة زي ما قلنا بتيجي في شكل أرضية، رطوبة في الأرضية، في الأساسات، في رشح في الحمام، الحوائط، الأسقف، الكلام ده. مصادر الرطوبة في المبنى في مصادر خارجية، سواء بتيجي الرطوبة الصاعدة من أسفل لأعلى، أو اللي هي الرطوبة الأفقية، أو الرطوبة المؤثرة من أعلى لأسفل اللي هي بتيجي من الأسطح يعني تنزل على شكل مطر. وفي التمديدات الخاصة بالصرف الصحي أو التكاثف أو الناتج من إيه؟ الأنشطة الإنسانية لما فيش صيانة مثلا بشكل معين. ده الشكل اللي هيترسم طبعا معانا في الشيت أو في اللوحة. بيوضح لك شكل الأشكال المختلفة اللي ممكن يتعرض ليها المبنى من الرطوبة. عندنا ممكن تيجي مياه الأمطار تؤثر على الأسطح والحوائط، أو ممكن تنزل على الأرض تعمل طرطشة زي ما احنا شايفين، سواء على اليمين أو على الشمال يأثر على الحوائط، أو في مياه جوفية تحت المنشأ يأثر على الأساسات، أو في مصدر لمياه ترعة أو بحر فيه بيعمل رطوبة أفقية. المياه ممكن توصل للمبنى عن طريق الخاصية الشعرية اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. أو ممكن يكون في ماسورة من الناحية التانية. لو بصيت في ماسورة مياه أو صرف صحي بتضرب ممكن تعمل رشح، فبالتالي لازم أعالج الجزء الخاص الحتة السفلية اللي هو مغسلة سيارات أعتقد أو بدروم. بوضح لك الحاجات دي، فلازم أعملها معالجة. المعالجة هتبان في الشكل ده. هتلاقي هنا في لو عندك السقف هنعمله زي معالجة من القراميط، الحوائط هنستعمل عزل معين، أو الأرضية بتاعة الحمام هنعمل نحط بيوتامين. الحوائط بتاعتنا أو الجراشات والحاجات دي كلها تحت أهي بنعملها معالجات برضو: عزل مائي، الرطوبة للأساسات، بيعملها عزل القواعد والأعمدة. دي كلها أشكال مختلفة. طبعا الرطوبة اللي هيكون لها تأثير، خلاص اتكلمنا قبل كده عن التأثير اللي ممكن تحدثه الرطوبة. ارجع للفيديو اللي فات هتلاقي شرح الحاجات دي بالتفصيل. دي حاجة خاصة بمنشأ متعرض لرطوبة، أعتقد دي محافظة ساحلية، فبالتالي حصل تمليح وتآكل للمنشأ لدرجة إن الحديد اتاكل واتصدى. رياح ويت كده أو مبللة أو فيها نسبة رطوبة بشكل معين أو أملاح، فبالتالي حصل تدمير دامج للمنشأ، سقف وأعمدة وكمرات، كل حاجة اتدمرت فيه. تمام. الشروط اللي واجب توفرها إن أنا لازم أقرأ الرسومات كويس للمشروع قبل ما أعمل المعالجة بتاعتي. أعمل إزالة الأتربة والشوائب، أزيل أي مونة، أي آثار للشحم أو الزيوت. الحاجات دي كلها تنضف كويس، مفيش أي تعشيش، مفيش أي حاجة مكسرة من خرسانة. لو في تعشيش برضو بعالجه وبعمله بمونة خرسانية. تمام. عزل الحواف والأسطح نفس الكلام. ده حاجة اسمها العزل الموجب والعزل السالب. العزل الموجب اللي انتوا شايفينه اهو ده يعتبر أرضية، وده فيه بيتومين اهو في نفس اتجاه المية. ده منسوب مياه جوفية، وده العزل المخاص بالشكل اللي هو العزل الموجب. طبعا عشان نوضح فكرة العزل الموجب والعزل السالب هنقول ايه الفرق ما بينهم. العزل الموجب هو العزل من الداخل المنشأ، لو جوه خزان أو سطح أو دورة مياه فبيكون فيه العزل جوه اتجاه أو مع اتجاه المياه الموجود يعني. تمام. بحيث تعمل المياه على تثبيت العزل، وممكن نستعمل في هذه الحالة دهانات معينة وخشم قطرا وشيتات من العزل. أما العزل السالب هو عكس الاتجاه، الكلام ده هو العزل من الخارج، بحيث تبقى المياه اللي ضاغطة على عكس اتجاه التثبيت. ويستخدم غالبا دهانات برضو، أو بنعمل حقن أو انجكشن ليه بالمنشأ، وبنستخدم فيه الخيش. ويجب إن احنا نعمل جدار من المباني عشان أثبت العزل بتاعي. في هذه الحالة نجد إن العزل الموجب هو أفضل من العزل السالب. واتكلمنا برضو على كده قبل كده عن أنواع المواد العازلة للرطوبة. في مواد عازلة على أساس بيوتوميني أو رقائق بلاستيكية، أو أساس من المواد الأسمنتية المعدلة فيها شوية تعديل في الخواص ليها عشان تستحمل أو تقاوم عوامل الرطوبة يعني. وفي المواد العازلة على أساس المواد اللي هي الخاصة بالألواح المعدنية، زي ألواح الرصاص أو الألومنيوم، زي اللي هي الجامولونات الألومنيوم تلاقي بتشتغل لوحديها، بتعكس أو بتنزل المياه، مبيبقاش فيها تجميع للمياه. تمام. المواد العازلة احنا قلنا في مواد عازلة على أساس بيوتوميني بارد، وفي بيوتوميني ساخن، أو في على أساس اللي هي الشرائح البيوتومينية اللي احنا بنستعملها اللي هي الرولات دي. تمام. ده مثلا بستلة من البيوتومين البارد بيدهن بشكل معين، أو بنعزل بيه القواعد أو الأعمدة أو حوائط المبنى زي ما احنا شايفين كده. ده عزل القواعد بيدهن طبعا مبيكونش فيه عيوب اللي احنا اتكلمنا عنها قبل كده، أو الشرائح اللي هي الرولات أهي
من البيتومين، وبيتعمل بالبشبوري برضو شرحنا في الفيديو اللي فات، ارجع للمحاضرة اللي فاتت تعرف تفاصيل. دي الرولات بتاعتنا تمام. عندنا برضو بعد كده في حاجات خاصة بإيه تاني. دي عبارة عن الشيت بتاع الرول بيتحط كده، وطبعا بيبقى فيه اوفرلاب من يعني هو 1 متر طوله، في اوفرلاب بيركب على الرول التاني في 3 سنتي أو 4 سنتي تمام. المواد العازلة على أساس الرقائق البلاستيكية المرنة تمام، يبقى فيه رول بلاستيكي زي ما احنا شايفين كده تمام. طيب المفروض المواد اللي أنا بستعملها في مواد مساعدة بنستعملها في أعمال الطبقات العازلة. ممكن إضافات، احنا قلنا فيه بنعمل إضافات للخرسانة بحيث تبقى معدلة، يعني تقليل النفاذية، ما تبقاش الخرسانة ليها نفاذية للمياه يعني، ده المقصود. أو فواصل دهانات، فواصل الصب، خرسانة قديمة وجديدة عندنا فاصل في الخرسانة لازم أعالجه بطريقة معينة أو مادة معينة بحيث إيه تمنع تسريب المياه. طيب الترميمات نفس الكلام، لو هنعمل عملية ترميم أو في فواصل الصب زي ما احنا شايفين ووتر ستوبر، ده عبارة عن قطاعات بنثبتها في الفواصل اللي هي دي تمام، بحيث إيه قبل صب الخرسانة لمنع نفاذية المياه عند فواصل الإنشاء عشان من حتة التمدد والانكماش، والفاصل ده طبعا بنملاه بمادة معينة يعني تمام. طيب ده العزل اللي هو العادي، طريقة ترتيب العزل العادي اللي هو بلاطة عادية، وبعد كده في عزل حرارة رطوبة، بعد كده طبقة لياسة أو نظافة، وبعد كده رملة، وبعد كده سيراميك أو أيا كان تسلسل إيه التشطيب زي ما احنا شايفين. ده العزل المقلوب اللي هو إن أنا أحط البيتومين الأول بعد كده الحرارة اللي بعد كده. في دي قطاع يوضح لك رأسي ده عبارة عن طريقة العزل بالطريقة التقليدية من السيليتون للحرارة والبيوتامين. السيليتون ده بنعمل طريقة عزل يعني قطاع في السقف اهو، بنعمله عزل من الحرارة والرطوبة 2 في 1 يعني، أو من الرطوبة والحرارة. فبنستعمل البيوتامين الساخن زي ما هو واضح كاتب كده بطريقة معينة يعني، بحيث إن أنا أحط إيه الطبقات بتاعتي زي ما هو واضح أهو تمام. دي بلاطة الأسف طبعا، ده خط التهشير، ودي بلاطة السقف أول حاجة، وبعد كده السيليتون دي مادة كده فاصلة أو عازلة 10 سنتي، وبعد كده طبقة حماية من المونة الأسمنتية. لاحظ إن راعي السكيل طبعا لما يجي نرسم دي عبارة عن 2 سنتي دي 10 سنتي، ففي نسبة وتناسب واضحة جدا. وبعد كده في مونة أسمنتية بسمك 2 سنتي، بعد كده في اللي هو ال2 سنتي بعد البيوتامين، بعد كده في خرسانة ميول تمام، وبعد كده في رملة، وبعد كده تقريبا في مونة من المونة بتاعة اللزق البلاط، وبعد كده البلاط اللي فوق اللي احنا شايفينه دي خرسانة ايه الميول. ده قطاع في السقف يا جماعة، ده تاني رسمة المفروض معانا في الشيت، وده قطاعات مختلفة بتوضح فيها طرق العزل مختلفة في مناسيب مختلفة لحماية المبنى. لو بصينا فوق هتلاقي فيه قطاع رأسي فيه حائط داخلي يوضح استمرار عزل الرطوبة فيه، الاتنين في نفس الليفل 0.75 0.75، ده حائط داخلي في العزل ماشي بعرض الحائط، أو ممكن طبقة عازلة من الحائط داخلي أو دور أرضي مرتفع عن سطح الأرض، تلاقي هنا 0.15 هنا 0.75 مرتفع بنص متر. ده قطاع رأسي يوضح فيه استخدام الحوائط المفرغة اللي هو الكيفيتي وول أو الحوائط المزدوجة. بنحط هنا عزل في النص وبنعمل إيه طبقة عزل الحوائط الخارجية اللي هي المفرغة، بنحط عزل من البيتومين أهو واضح، ده ليفل 0.75 ده 0.15. أو قطاع رأسي لأرضية دور أرضي منخفض عن الرصيف، الرصيف هنا أعلى من الدور الأرضي بتعمل بطريقة معينة، في عزل أهو طبقة عزل على الحائط الخارجي، وفي عزل أفقي ماشي من جوه الحائط لحد الأرضية. طيب ده قطاع رأسي لأرضية دور متكرر أو دور منخفض آسف عن منسوب الشارع بشكل كبير، هنا -1.5، هنا بوينت، هنا موجب أو يعني 0.15 فوق الزيرو، فبالتالي في فرق جامد، ده زي قطاع في بدروم يعني أو كده. فبنعمل فيه عزل الحوائط اللي هي بتبقى موجودة في التراب، بيبقى ماشي فيها كده حتى الأرضية كمان. ده قطاع رأسي فيه طبقات السطح أو دور، احنا اتكلمنا قبل كده عن السطح يعني. طيب وبعد كده ده قطاع في حمام، لو هنعمل عزل لأرضية حمام نشوف الأسود بالغامق ده، ده كده البيوتومين عازل رطوبة موجود معانا. ده قطاع عزل السملات والقواعد بالمستحلب البيتوميني اللي هو احنا اتكلمنا عنه، بيدهن بطريقة معينة، بنعزل القواعد كلها داير ما يدور، الحاجات دي كلها هتبقى في التراب فلازم تتعزل. ده العمود الخرساني أو رقبة العمود بنعملها عزل، وده السميل، ودي إيه فرشة بتبقى موجودة تحت السميل كده. طيب ده عزل حمامات خزانات المياه، دي تأثير ضغط المياه الداخلي والخارجي زي ما احنا شايفين، داخلي وخارجي، تأثير المياه داخلي وخارجي، ده خزان مياه فلازم يتعالج بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وده تسلسل أعمال التشطيب أو الخاصة بمراحل العزل تمام. ده العزل الداخلي لحمامات السباحة بالمواد اللي هي الأسمنتية المعالجة أو المعدلة عشان ما يحصلش لها نفاذية، عشان ما يحصلش تسريب للمية، فبالتالي بنستعمل مواد أسمنتية بشكل معين هنا عشان ما يحصلش نفاذية للمية الموجودة في حمام السباحة. وده تسلسل الأعمال طبعا بتاعنا، عندنا طبقة عازلة
وفي طبقات عازلة كتير من المونة الأسمنتية وفي وزرة مثلثة أهي اللي احنا شايفينها دي. رقم 3 وزرة مثلثة، دي عبارة عن مونة أسمنتية بنضيف ليها مادة لاكتس. يعني لاكتس دي مادة عبارة عن مادة بتمنع نفاذية الخلطة الخرسانية أو المياه إن هي تنفذ منها. وبعد كده في أنواع كتيرة فوق، هتلاقي في طبقة عزل من البيتومين المستحلب فوق بقى بعيد عن المياه، ده تحت كده في حمام السباحة، وده منسوب المياه زي ما انتوا شايفينه كده. وفي فاصل هنا أهو عند رقم 5، ده فاصل بنعمل له معالجة ليه، أو بنعالج الفاصل بمادة من الحشو بتاعها. تمام. دي قطاعات مختلفة، كل الكلام ده ممكن يترسم في لوحة أو لوحتين. قطاعات مختلفة، قطاعات رئيسية توضح الطبقات العازلة في الدور الأرضي أو البدروم، الكلام اللي اتكلمنا عليه قبل كده، وهتلاقينا واضح في شكل قطاعات، ارتفاع أدوار، مناسيب. الحاجة دي مهمة جدا معانا، لازم نهتم بيها عشان هتيجي في يعني غالبا هيجي منها حاجة في الفاينل يعني. دي قطاعات رئيسية توضح الطبقات العازلة بالدور الأرضي والبدروم. ده الدور الأرضي والبدروم اللي احنا اتكلمنا عن المناسيب المختلفة. لو الدور الأرضي مرتفع عن الرصيف، لأ منخفض عن الرصيف. طب منخفض عن الشارع بقد إيه؟ مثلا بمتر، فبالتالي دي طريقة معينة معالجة للأساسات والحوائط والأرضيات. تمام. طيب، ده طبقات أو قطاعات رئيسية توضح الطبقات العازلة في الدور الأرضي والسطح. ده دور أرضي عندنا أهو، وده سطح. تمام. فده بيوضح لك طريقة، دي الجوينت اللي هو موضحها في الجنب، بتوضح لك اللي هي البلاطة والخرسانة الميول، دي مونة بنحطها هنا، مونة أسمنتية، ودي طبقة العازل لحرق الرطوبة، وده الحرارة، ودي طبقة من الرملة مثلا، ودي طبقة وش نظافة، أو طبقة من التشطيب بتاع البلاط يعني أو كده. وهنا ده منسوب بلاطة، منسوب السقف ببطنية البلاطة، اللي هو المنسوب اللي هنا اللي هو على الشمال عند الماوس، ده منسوب السقف ببطنية البلاطة. المفروض ده فوق، ده السطح، ودي الدروة بتاعتنا. تمام. بنعملها عزل زي ما احنا شايفين كده. طيب، هنا لو احنا شايفين هنا المنسوب ناقص 15، هنا منسوب الصفر، هنا ده دور أرضي مرتفع شوية، هنا ده الدور أرضي منخفض أو مرتفع برضو. منسوب الدور الأرضي في الحالة التانية 9/10 أو متر يعني. وده صفر البياض هنا اهو، فبالتالي لازم تعمل له معالجة زي ما احنا شايفين. العزل ماشي جوه الحيط اهو، وماشي في الأرضية، وفي عزل بره عشان يعمل حماية ليها يعني. تمام. كده احنا نكون خلصنا الجزء الخاص بالعزل الرطوبة، واتكلمنا عن الحرارة، واتكلمنا عن عزل الصوت، ادينا خلفية عنه. المفروض اللوحة دي هتتسلم إن شاء الله قريب. وفي موضوع جديد هنتكلم فيه المرة الجاية عن أعمال الأرضيات داخل وخارج المبنى. تابعوني إن شاء الله في فيديو جديد للمحاضرات الجديدة، كورس الإنشاء المعماري، وإن شاء الله نستكمله الأسبوع الجاي. وفي فيديوهات هتنزل عن الأساسات وأنواع الأساسات وعن الأرضيات أو الأسقف إن شاء الله قريبا، كنوع من أنواع المراجعة للمنهج بتاعنا. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.